السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده يا ربي. مرحبا بكم عندي في قناه نورهان. اليوم جيت نشارك معكم هذه الحليوه هذه. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساوش الاشتراك في القناه. غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا لها شيكولا نتاع الحلوى، شيكولا سوداء، كنحتاجوا البندق، كنحتاجوا 100 غرام ديال البسكويت، كنحتاجوا 150 غرام ديال الكوفريت، كنحتاجوا الشيكولا نتاع الدهن. بالنسبه للبندق غادي نقسمو تقريبا، غادي نقسمو على زوج، واحد الكميه غادي نطحنها وكميه غنخليها باش نوضعها في وسط ديال الحلوه هكا كصاينه. بالنسبه للكوفريت غادي نفرتو غير بيديا، ما غنطحنوش باش تبقى هذيك القرمشه في هذه الحلوه هذه. وبالنسبه للبسكويت طحنوه، وحتى البندق غير هرمشوه باش يبقى هذيك القرمشه في الحلوه، يعني ما تطحنوش، يعني تردوش يعني على شكل بودره. من الاحسن خليوه هكاك مقرمش، مش يبقى مقرمش يعني مهرمش. كنبقى هكذا حتى كنفرتت مزيان هاد الكوفريت هذا. فاش ساليت هاد الكوفريت هذا، راني بالنسبه للبسكويت راني تا هو طحنته وخلطتهم بزوج. بالنسبه هاد البندق راه كاس ديال العنبه مطحون، ضفتوه هنايا في هذا مع هذا الخليط، وغادي نجمعوه بالشيكولا نتاع الدهن. اي شيكولا تاع الدهن كانت عندكم متوفره تقدروا تجمعوا بها هذا الخليط هذا. كنبقى هكذا حتى كنجمع هذا الخليط نتاع الكفريط والبسكويت. المهم كيف ما كتشوفوا في الصوره حتى كيتجمع لكم بحال هكذا. غادي نبقى نحربلو ما بين يديا، وغادي ندير واحد الثقب في الوسط باش نوضع فيه هذيك البندقه هكا صاينه. كنبقى هكذا حتى كنسالي معكم هاد الحلوه هذه. وبالنسبه للشوكولا السوداء غادي نذوبها في بان ماغي، غادي نضيف لها باش تذوب واحد تقريبا واحد 2 معالق هكا ولا معلقه نتاع الحليب، وغادي نضيف لها حتى هي واحد نص كاس نتاع البندق مهرمش باش كتعطينا ديك القرمشه في الحلوه. فاش ساليت الجمع ديال هاد الحلوه هذه كنوضعها في هاد الشوكولا هكذا، كنغطسها كامله حتى كتلبس مزيان بالشوكولا، وكنوضعها في الكيسات. كنبقى بحال هكذا حتى كنسالي الحلوه ديالنا. هذا هو الشكل النهائي نتاع الحلوه اللي شاركت معكم. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساوش الاشتراك في القناه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، والى اللقاء.